تحدي، النية، المستحيل، كل شي ممكن. الفوز، تأهل، تقدم، والخسارة. هذه كلها أمور اكتشفناها مع المنتخب المغربي في كأس العالم قطر 2022، واللي انتهى بالمركز الرابع عالميا. مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من بودكاست بالدارجة. الحلقة اليوم تكون على المنتخب المغربي. المنتخب المغربي اللي عشنا معاه صراحة واحد التجربة رائعة التي لا تنسى، والمغاربة كاملين ما عمرهم غادي ينسوها، ألا وهو النجاح الكبير اللي حققه المنتخب المغربي في كأس العالم قطر 2022. عشنا معاهم واحد لي مومون انوبليابل اللي ما نقدروش ننسوهم. صراحة كانت ذكريات رائعة، شفنا فيها المنتخب والقوة ديال الأسود ديالنا، شفنا داك الاتحاد بيناتهم كيفاش اتحدوا، وانك فاش كتامن بواحد الحاجه كتوصل ليها. يعني هذا هو الاهم، انك فاش كدير واحد الهدف قدامك كتوصل ليه. يعني شفنا داك العزم والاصرار ديالهم، وشفنا داك الروح القتاليه ديالهم في الملعب، واللي بطبيعه الحال خلاتنا اننا نتغلبوا على فرق اللي ما كناش كنظنوا نهائيا اننا غادي نتغلبوا عليها. وصلنا لواحد المرتبه اللي كان كيبان لنا اننا من المستحيل اننا نوصلوا لها. في كأس العالم تعلمنا باللي كرة القدم ماشي مجرد رياضة عادية، حيت تعلمنا بزاف ديال الحوايج. تعلمنا انه بعض الحوايج المزيانة تجي فاش ما كنكونوش متوقعينها، او لا ما كنكونوش اصلا موجدين ليها، لا نفسيا لا حتى حاجة. تعلمنا انه الفوز يجمعنا بلا ما نحسو، وكل شي فرح، الكبير والصغير. تعلمنا انه حلاوة الفرحة هي فاش كتفرح الناس الاخرين. تعلمنا كذلك اننا نديروا النيه، واننا نثقوا في بعضياتنا، والثقه اللي هي اهم حاجه اللي كتكون ما بين الفريق، وداك الاتحاد، وكذلك ديك الرفقه الصالحه، اننا كيفاش كل واحد كيأثر على الاخر بطريقه ايجابيه. فاش كيكون داك الفريق وكيكون غير شخص واحد مزيان كيأثر على الفريق كامل، كيخليه متماسك وكيخليهم كلهم يشدوا في داك الحلم ديالهم باش يوصلوا ليه. لكن الحياة ما كتعنيش دائما الفوز، أو لا ماشي دائما هي الفوز. لابد من الهزيمة في بعض الأحيان. بطبيعة الحال كرة القدم كرياضة كباقي الرياضات الأخرين بطبيعة الحال فيها خسارة وفيه الفوز، ولكن اللي خصنا نعرفوا أننا في الهزيمة كيبان بصح الشخص اللي كيدعمك، الشخص اللي كان واقف معك، سواء لأننا حتى في الحياة ديالنا كيبان لينا أننا الشخص بصح اللي كيبغينا واللي كيدعمنا، سواء في وقت الشدة ولا في الوقت ديال الأوج ديال النجاح ديالنا. فهنا بانوا بصح شكون اللي كان كيدعمنا، يعني بروح رياضيه، واللي كان كيدعمنا من القلب ديالو. وأكبر دليل على هاد الدعم هو كيف شفنا وكيف شاف العالم كامل داك الدعم اللي تلقيناه في كأس العالم. كلشي ولا كيعرف المغرب، العرب كاملين اتحدوا تحت راية وحدة، واللي هي راية المغرب. شجعنا كاملين فرقة وحدة، شجعنا كاملين تيم واحد بهدف واحد، انه نربحو باسم ديالنا كاملين الاسم ديالنا كعرب، لاننا كعرب. طبعا حنا كنا عرب كننتميو لبعضياتنا وكيجمعنا دين واحد وكيجمعنا اصل واحد. بالتالي شفنا ان العرب كيفاش حتى افريقيا. اتحدوا، كذلك حتى لافريك. وحتى هنا دابا في الكان شفنا السيبور ديال لافريك المغرب. وي الكوت دونك ديفوار. كما كنعرفوا ان الرياضه ماشي غير يعني كرة القدم ماشي غير رياضة، بالعكس هي كتجمعنا كتوحدنا. شفنا اننا من مختلف البلدان العربية كيفاش الناس مجموعين وفرحانين لينا وكيتفرجوا وكيشجعوا، كل كلشي كتسمع سير سير سير. يعني شفنا واحد المشاعر، واحد لي زيموسيون اللي شحال هادي ما عشناهم صراحة، شحال هادي ما حسينا براسنا اننا اخوة في الدين، اخوه في الاسلام، اخوه كعرب، يعني كناس صراحه حينا بزاف ديال الحوايج. وكاس العالم قطر كان ذكرى رائعه لا لا التي لا صراحة، تنسى، صراحة لا تنسى ابدا، ما عمرنا غادي ننساوها صراحه. كانت نهايه سعيده لسنه 2022، رائعه جدا. فرحنا وحياة فينا الثقة في المنتخب الوطني من بعد ما فقدناها هذه مدة طويلة. وهذا الشيء خلانا نحلمو بإمكانية الفوز بكأس إفريقيا. ما غنكدبوش، أمالنا كانت كبيرة وحماسنا كان أكبر. بصح من بعد ما شفنا الاداء الكبير والعظيم اللي قدمه المنتخب المغربي في كاس العالم، حيا فينا واحد الامل كبير،
وكنا يعني ننتظروا صراحه بواحد اللهفه كبيره اننا غادي نتوجوا باللقب الافريقي لهاد السنه. لدرجه انه صافي قلنا راه في جيبنا كاس يعني إفريقيا. صافي، يعني حنا ما كناش كنحتاجوا شي واحد غيقول لنا لا راه غادي نخسروا، يعني نسينا داك لو تيرم ديال الخساره. وهذا الشيء صراحه يعني في الدور الاول شفنا ان المغرب تحت الصداره في المجموعه ديالو رغم الاداء اللي قدم. ما كانش داك الاداء المنتظر اللي بحال اللي شفنا في كاس مقارنة بكأس العالم. العالم، بطبع مقارنه يعني كان خلل في الاداء، يعني بدينا كنشوفوا بحال بدات كترجع ديك الصوره ديال المنتخب القديم اللي كنا كنشوفوا. والثقه بدات كتفقد في في الفريق الجماهير. بصح الجماهير بدات كتفقد الثقه في المدرب الركراكي وكذلك في اللاعبين الوطنيين ديالنا. وهنا ملي كنشوفوا هذا الاداء وكنشوفوا هذا الخلل، شنو السبب ديال هذا الخلل هذا؟ هو اللي كيدفعنا شنو هو الاسباب اللي غيرت المنتخب الوطني ديالنا ما بقاش بديك القوه وبديك الروح القتاليه ديالو. والسبب اللي نقدروا نبداو به هو ان مثلا المنتخب المغربي ديالنا يقدر يكون انه ما تاقلمش مع الاجواء في كوت ديفوار. وي في الكوت ديفوار، يعني النفسيه ديالهم ما كانتش مرتاحه التوتر الزائد، بطبيعه الحال. الانظار، الفكره ديال انه الانظار ديال كل شيء عليهم من كاس العالم. بصح يعني كل شيء التوقعات ديال الناس كانت عاليه، كل شيء كيقول الا ما ربحوش راه داكشي اللي داروا في عندك كاس الحق. افريقيا غيتضرب في الزيرو. هذا الشيء زادوا محط ثقل كبير. اي يعني انا كنت محط الانظار العرب كامل والعالم كامل كيتسناك كيقول انت غتتوج بكاس افريقيا، ويعني فاش شفنا الاداء ديالك في كاس العالم ربما هذا الشيء راه زاد تقل عليهم في النفسيه ديالهم. وما كنقولوا كضرر النفسيه كذلك كضرر الاداء ديال اللاعب داخل حتى الملعب. الاداء راه كيتحكم فيه النفسيه. النفسيه كتحكم في كل شيء بحال خلينا نرجعوا عاوتاني لكاس العالم. الكأس العالم كلشي كان كيستهل بالمغرب، اضعف فريق في المجموعه ضد كرواتيا ضد بلجيكا وضد كندا، ثلاثه د الفرق اللي معروفين عالميا. القوه ديالهم عندهم اسماء كبيره. المغرب كان غادي وخايف، من نقدروا نقولوا خايف، واخا يعني تيغم ماشي صحيح، ولكن المهم خايف من فاقد الثقه فاقد الثقه في نفسه. كان غادي باش يعطي كاع داكشي اللي عنده. الجمهور ما واثقش بواحد النسبه كبيره فيهم، داكشي علاش عطا واحد المعجزه اللي خلانا نوصلوا للنصف النهائي. هنا باش كنعرفوا بلي النفسيه واحد العامل اللي كبير في النتائج. مهم جدا. ربما حتى يعني حنا فاش كيكون عندك واحد الفريق خاصك تاهلوا نفسيا قبل ما تاهلوا بدنيا. يعني قبل ما تاهلوا بدنيا في داكشي ديال التدريبات وهكا، يعني التكتيكيه ديال اللاعب اتسيتيرا ولا تكنيك، خاص يكون عنده دي كوتش هكا اللي كيأهلوهم نفسيا. لانه صراحه هنا اللاعب المغربي يعني ما كنظن بلي عندهم دي كوتش وي عندهم. ولكن يعني صراحه كتشوف كتدخل للسوشيال ميديا كتلقى ان كل شيء عنده امل ان المغرب غيدي الكاس. وواحد النقطه فريمون باغا نسطر عليها في كاس العالم، كانت الجامعات دات الامهات ديال اللاعبين اللي عطاو واحد الثقه، اللي عطاو واحد اش كنقول واحد الدعم اللي فريمون اي ولد كينتظروا من الوالدين ديالو ولا الام ديالو. فاش كتشوف الوالدين ديالك كتبغي تعطيه اكثر كلشي باش ترفع من القيمه ديالهم، باش تخليهم فرحانين بيك. هنا في الكوت ديفوار كنظن كان والد الكراكي كنظن في الدور الاول قال بلي اللاعبين محتاجين انهم ولكن صراحه كان غياب اسري كبير بالمقارنه مع كاس العالم. الجماهير كان واحد غياب كبير، خاصه انه الثمن ديال الطياره صراحه كان عالي بزاف مقارنه بكاس العالم. وكنظن كذلك ان كاس العالم بطبيعه الحال كنقول واحد الحدث اللي كبير. يعني داكشي علاش حتى الناس كتشجعوا انهم يمشيو، واخا يكون الثمن ربما ان كاس افريقيا بزاف ديال الناس ما كيعطيوش واحد الاهتمام بالمقارنه مع كوب دو موند. لان كوب دو موند كيبقى شي حاجه اللي هي اعلى جائزه في كره القدم. هذا هو السبب يعني. فغياب الجماهير شي حاجه هي اللي كتلعب دور، يعني كيكون عندك جمهور كيساندك فانت كتزيد تشجع اكثر. انا كذلك في الماتش الاخير اللي خسرنا فيه فكنت كنلاحظ واحد الغياب كبير ديال الجماهير. كان الملعب تقريبا فارغ ربما. فهذا كذلك يلعب لان كنعرفوا ان الجمهور هو اللاعب رقم 12، يعني كيلعب واحد الدور كبير في الاداء ديال المنتخب. وهنا صراحه صافي يعني اللي طغى دابا، ونتمناو الافضل في الكاس افريقيا الماجي اللي غيكون في المغرب 2025. واخا كنسمعوا ان الناس فقدوا الامل في كاس افريقيا، جو بونس يعني صراحه مده طويله ما قدرش انا نحصلوا على الكاس.
يعني شي حاجه اللي مؤسفه جدا. يعني كتشوف هاد المجهودات كامل وهاد المبالغ الماليه اللي كتخرج وهاد ليكيبمون اللي كيدار. صراحه انا نوفر المنتخب جميع الوسائل باش انه يقدر يلعب، وهاد الكاس ما قدرناش نحملوه لواحد المده طويله. هادشي مؤسف جدا صراحه. في اطار الفكاهه وداك الشيء انا كنظن هاد الكاس هذا ما باغيناش ما باغيناش. صراحه ما شحال من مره حاولنا صح. من 76 ياك من 76 ما خديناش تقريبا 76 اول مره واخر مره راه ما يمكنش. مده ماشي غير طويله جدا. اشنو اللي غيخليك في هذه المده كامله؟ يعني هذا الشيء اللي نقول انا الغضب ديال الجمهور والشعب المغربي راه من حقه يغضب صراحه، لانك لكن المده في كامله حدود يعني في حدود بطبيعه الحال ماشي لدرجه انك عاوتاني تبدا تنكر الجميل وتنكر الاداء وتنكر المجهودات اللي دار المنتخب. بطبيعه الحال في الاخير كيبقى المنتخب المغربي ديالنا كينتمي لينا وكيشرفنا، وراه شرفنا في كاس العالم وعطانا واحد الصوره زوينه. ولكن ضروري ان الشعب المغربي راك عارفه ما كيبغيش الخساره وما كيبغيش ماشي الهزيمه. مشكل، يومين سيمانه ديال القلق، الماتش الجاي غنشجعهم بكل حب ان شاء وبكل الله بطبيعه الحال تفاؤل. في القادم غادي نبقاو واحد نشجعوا. النقطه اللي استفدناها في هذا الكان مهم، واخا ما ربحناش ولكن عطينا واحد الصوره رائعه في الكوت ديفوار. يعني المؤثرين اللي مشاو داروا واحد الصوره زوينه تما وبينوا باللي حنا المغاربه كنتاقلموا مع اي شعوب من اي ديانه من صح، اي اصناف هذا هو اللي من اي زوين. قاره. كيفاش كتلقى المغربي داخل وسط الافارقه وخالق معاهم الجو وكتواصل معاهم، وكيفاش حنا كننشروا الثقافه والهويه ديالنا وكيفاش الاخر كيبغي الثقافه ديالنا. بصراحه هذا ماشي تصنع، هذه الحقيقه وي ديالنا الحقيقه ديالنا كمغاربه. وي الهويه ديالنا كطبعنا حنا. وشفنا الافارقه كيفاش بقى فيهم الحال فاش خسرنا امام المنتخب جنوب افريقيا، كيفاش حتى هما كانوا كيشجعونا وكانوا كيشجعوا المغرب. فصراحه خاصه الكوت ديفواريين ولا الايفواريين بصح هما راه الإيفواريين. دازوا دابا بالفضل ديال المغرب. كنتمناو لهم كل التوفيق إن التوفيق شاء الله. والنجاح والجميع الفرق الاخرين. وطبعا الحال اللي كيخدم واللي كيدير مجهود في الاخير هو اللي كيوصل، هو اللي كينجح. وكما كنقولوا خاصنا كاملين نتحلاو بالروح الرياضيه. الرياضه فيها هزيمه وخساره كما قلنا، ولكن حنا خصنا نعالجوا الامور من الساس ديالها. راه تيلمون راه كاينين بزاف ديال لي بروبليم اللي كتعيشها الكره المغربيه. راه باقي يعني كاين واحد الاسباب اللي حنا جو بونس باقي ما عرفناش الاسباب اللي كتخلينا حنا نخسروا. ماشي نخسروا ولكن اننا كنوصلوا لواحد المرحله اللي كنهبطوا فيها وداك المنتخب كيضيع من بين يدينا. عندنا لاعبين، عندنا اسماء كبيره، اللاعبين ديالنا في يعني كنشوفوهم في الفرق ديالهم تبارك الله الاداء ديالهم كبير. يعني كنشوف ان المدربين الاجانب ولا اللعابه الاجانب كيفاش كيشيدوا بالروح القتاليه ديال اللعابه ديالنا. ولكن يعني باقي ما عرفناش شنو هو السبب الحقيقي وراء هذا الركود ديال المنتخب ديالنا. ما عرف صراحه. خاصة في المركز ديال راس حربة، يعني في الأمام الهجوم باقي عندنا مشكل في هاد لابوزيسيون. باقي ما عندناش هدافين. هذا هو كذلك الهدافين، غياب الهدافين. طبعا حنا كنلقاو اننا كنزقلوا اهداف خياليه، وحتى في الماتش الاخير اللي خسرنا فيه كانوا بزاف ديال المحاولات ولكن باقي ما عندناش واحد نقدر نقول واحد اللاعب اللي نقول هداف. لان الكره كتدخل الشبكه صافي ما كاينش. يعني ملي كتوصل لهذاك المربع العمليات الكره كتدخل الشبكه صافي. ولكن هاد المره للاسف الكره كما كنقول ضربات بوطو خرجات ولكن ضدنا حنا، وهذا هو المؤسف للاسف. على اي في الاخير رايه حمراء وسطها نجمه خضراء هي اللي جمعنا. المنتخب المغربي فرحنا في قطر ودار فينا عزيمه الفوز بكاس افريقيا، لكن الامور ما كتمشيش دائما في منحى زوين. لابد من الخسارات والتعثرات، ولربما هاد الخساره هي اللي غتقوينا وممكن انه القادم احسن وافضل. ديروا النيه والكمال على الله تحت شعار الله الوطن الوطن الملك. شكرا.